مباراة موفقة هذه التجربة بالنسبة لي الفريق الهلالي. اتلعبت كرة تجاه شيبولا في الجهة اليسرى، شيبولا يعمل موسم ثاني مع الفرقة الهلالية، يلعب كرة لأبو عاقلة، أبو عاقلة راجع للجهة اليسرى اللي فيها رمضان كابو، يحول كرة لقائد الفرقة الهلالية مدثر كاريكا، مدثر كاريكا تمر الكرة إلى رمية تماس، ورمية تماس لصالح فريق الهلال. ينفذ لاعب الطرف الأيمن أطهر الطاهر، يلعب كرة في وسط الملعب سلمون جابسون الموسم الأول مع الفرقة الهلالية. هنا راية مرفوعة وركلة حرة غير مباشرة. الهلال سيلعب اللاعب إبوانزي بافو ومعه موسيز بياكو. اتلعبت كرة انطلاقة ومحاولة التمرير، تيتي يدخل منطقة الجزاء، يسدد كرة قوية، مرت لقطة كوفي تيتي، اخطر فرص المباراة. إعادة اللقطة، أيوة يا أيمن نشوفها، نعم للمرة الثانية أيمن وعزام يعطونا اللقطة، عزام الحاج، ولقطة خطيرة جدا لصالح الفرقة الهلالية، ومرت إلى أول ركنية وتنفيذا من الجهة اليسرى لصالح فرقة الهلال، معكوسة عالية، جول كوفي تيتي ضع الكرة في الشبكة، مرت في المرة الأولى وولجت الشباك في المرة الثانية. أول أهداف كوفي تيتي في هذه المشاركة الهلالية القوية أمام أول ستارز، ارتقى بطريقة ممتازة وسابق الجميع في الهواء وضرب بالراس في المرمى وسجل الهدف الأول لفريق الهلال بضربة راس. و2017 تيتي يبدأ التسجيل في الدقيقة 19. تبدأ الآن الكرة من وسط الملعب، وليد أبانغا تعود كرة لصالح فريق أول ستارز، تمريرات في الجهة اليمنى تمر أمامية، كرة في الجهة اليسرى معكوسة داخل منطقة الجزاء، ومتابعة من رشيد سيدو، تمر الكرة إلى خارج الملعب. لاعب من فريق أول ستارز على الأرض. سلامات إن شاء الله ومواصلة هذا اللقاء التجريبي، اللقاء الودي، اللقاء اللي بعده إن شاء الله تظهر ملامح تعجب الجميع أو تعجب الجميع إن شاء الله من الهلالاب ومن السودانيين اللي بينتظروا إن شاء الله الأزرق في المشاركات الأفريقية. ويعني هنا نتابع لقطة لإعادة هدف المباراة اللي سجله اللاعب تيتي في المرمى الجنوبي، مرمى رشيد سيدو، هدف أول في هذا اللقاء اللي بتحتضنه الجوهرة الزرقاء اللي يعني ماشية في العنان و تناطح السماء إن شاء الله قريبا جدا افتتاح 1/4 بإذن الله تعالى. لعبت كرة للحارس رشيد سيدو، وغدا تتواصل البشريات الهلالية تدشين البث التجريبي للقناة الهلال. واليوم الساعة 4 رئيس نادي الهلال استلم تصديق إذاعة الهلال وكل الأخبار السارة حاضرة. وهنا أخبار تيتي تقول أن الهدف الأول حاضر وفرصة للهدف الثاني ولقطة وتسديدة. هذا الفريق من شمال غانا يعني تم تكوينه مع عدد من الأندية، مع انطلاقة لشيبولا، مع عكسية لتيتي، مع خلفية لنزار، مع محاولة للتسديد، مع كاريكا للتسجيل، ومرت كرة إلى خارج الملعب. لقطة كانت خطيرة هلالية انتهت إلى ركلة مرمى. شوف التبادل، الكرات السريعة تربك الدفاع الغاني تماما. ارتمى هذا اللاعب وتوكل وارتمى وأمام الكرة
عمل تشويش للكرة، مرت إلى خارج الملعب. ركلة مرمى تنفذ الآن من حارس المرمى اللاعب قلب الدفاع، ويبحث عن الزميل ويجد الزميل اللي جنبي منه وبيرجع له الكرة ثاني. كرة راجعة في الجهة اليسرى تتمرر أمامية. أظهر الطاهر لمدثر كاريكا، يختف سلمون جابسون، شيبولا، بويا لعبت ومحاولة التسديد في المرمى ومتابعة من ماكسيم. أخطر فرص أول ستارز، وجد نفسه يعني لوحده ولعب بيسراه، ولكن ماكسيم تابع الكرة التي سددها رشيد آرثر. وهنا نزار يراوغ، نزار يلعب في المرمى والدفاع يتصدى، ورشيد سيدو يلتقط، وكرة وفرصة كانت خطيرة جدا بالنسبة للفرقة الهلالية. كرة مع أطهر، وهنا نشاهد إعادة اللقطة الخطيرة للفرقة الهلالية والفرصة الضائعة من نزار. رمية تماس تنفذ، اتلعبت لماكسيم، ماكسيم يحول لكابو، كابو يمرر الأمامية، وتيتي يلعب لكاريكا، وسيدو يسيطر على الكرة وتتلعب كرة. لعبت كرة في وسط الملعب، تمريرات هلالية. شيبولا تعود لأول ستارز،